أصحابي معلش عاملين إيه؟ الفيديو اللي فات بس دوست على حاجة فتركت الفيديو الشرح خالص. هنكمل آخر 8 أسئلة في الليسون ده. إحنا دي خلصناها وقلنا هيبقى 27. بعد كده element X has nucleus that contain 20 neutral particles and 39 nuclei. طيب يعني ايه هنا؟ هو بيقول لي فيها 20 نيوترال بارتكل متعادل اللي هو باسمه ايه؟ النيوترون، صح؟ النيوترون فيه 20. طيب وفيها 39 نيوكليون. ايه هو النيوكليون؟ هو الجزيئات. النيوكليون هو البروتونز والنيوترون مع بعض، هي البارتكلز اللي موجوده في النيوكليوس. يبقى دي ال 39 معناها ايه؟ معناها البروتون زائد النيوترون، صح؟ زائد النيوترون. تمام. 39 يبقى النيوترون كام؟ في 20 يبقى البروتون بكام؟ البروتون هيساوي كام؟ 19، صح؟ 39 ناقص 20 19. طيب يبقى البروتون ب 19 مش هو لازم يبقى عدد الالكترونات علشان الاتوم متعادله كهربيا؟ الكتريكلي نيوترال اصلا. يبقى عدد البروتونز هنا ب 19 وعدد الالكترونز النيجاتيف برضه ب 19. خلاص يبقى خلصنا الجزء الاولاني. هو عايز عدد الايه؟ النيجاتيف تشارج بارتكل اللي هو الالكترون يبقى 19. طيب write the symbol of this element including the number Z and A. يعني عايز الاتوميك نمبر والماس نمبر، صح كده؟ طيب الزد كان الرقم اللي تحت على الشمال، الاي كان الرقم اللي فوق على اليمين اللي هو الايه؟ الاتوميك ماس، والزد الاتوميك نمبر. طيب الاتوميك نمبر هنا ايه هو؟ هو عدد البروتونات او عدد الالكترونات. يبقى الاتوميك نمبر بكام؟ ب 19، صح؟ بس لما باجي اكتب هنا زد الفيديو بيفرق خالص. فانتوا هنا هتبقى زد مثلا هنعملها اكس فور اكزامبل يعني عشان مش هينفع اكتب زد. زد بكام مثلا؟ هي دي زد، اوكي؟ ب اهي بس كده اللي هو الرقم اللي تحت. تمام. هيبقى كام؟ الزد 19. طيب الاي هيبقى كام؟ الرقم اللي احنا قايلينه فوق اللي هو المجموع 35. تمام كده؟ يمكن. طيب in one of the isotope of oxygen 17. ال 17 هنا اسمه ايه؟ الاتوميك نمبر بتاع الاكسجين. Why it's not possible to determine the number of neutrons in the nucleus of this isotope based only on number 17. هو بيقول لك هنا ان انا عندي الايزوتوب بتاع الخاص بالاكسجين اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه 17. ليه صعب تقول لي في كام نيوترون في كل ايزوتوب؟ ليه؟ سهله جدا. حضرتك مديني because الرقم اللي انت مديهوني ده الاتوميك نمبر بس، لكن عشان اعرف عدد النيوترون لازم اعرف الاتوميك ايه؟ ماس، واطرحه منه الاتوميك ايه؟ نمبر، صح؟ واعرف العدد. يبقى because الاتوميك mass is the sum of البروتونز and the neutrons and you give us بس الاتوميك نمبر. انت مديني رقم واحد من الاثنين، لازم يديني الاثنين عشان اعرف الايه؟ النيوترون. اخر حاجه خالص الا وهي in the opposite figure represent a model of an atom. What do the bees and the behave represent in the model؟ يعني الخليه والنحل represent ايه؟ الخليه اللي في النص بتريزنت النيوكليوس بتاعت الايه؟ الاتوم اللي موجود فيها البروتونز الموجبه والنيوترون المتعادله، والبيز اللي بتلف حوالين الخليه هي بتعتبر الالكترونات النيجاتيف اللي بتلف في مدارات الطاقه اللي هي الانرجي ليفل. كده الدرس خلص بكل الاكسرسايزز الموجوده في الكتاب. الى ان نلتقي في المعاصر ان شاء الله عشان نحل كل الاكسرسايزز اللي في الكتاب المعاصر عشان يبقى كده الدرس اتفهم من A to Z. استنوا بقى الفيديو اللي جاي هتنبسطوا منه جدا. شرح مبسط جدا للدرس في كل الداتا في الوايت بورد انيميشن اللي انتوا بتحبوها. باي باي واشوفكم في الدرس اللي جاي ونكمل مع بعض انا وانتوا المنهج الجديد وان شاء الله يبقى سهل عليكم جدا جدا. باي باي.